وأول ما الباب ما اتفتح شفت مراد وهو واقف تعبان ومش قادر حتى يصلب طوله. اتخضيت عليه وطلعت اجري عليه وسندته. الحمد لله على سلامتك، انا مبسوط قوي ان انا شفتك كويسه. مراد انت تعبان قوي، احنا لازم نروح لدكتور. لا انا مش عاوز اروح لدكاتره، انا كده كويس. ومره واحده داخ وقع من طوله. مراد يا مصيبتي، الله يخليك يا مراد، فوق عشان خاطري. وفجاه لقيت سلام ورجالته واقفين قدامي. شيلوه حطوه في العربيه. وبعد كده قرب مني وقال لي شكرا على المساعده. انت عرفت المكان ده ازاي؟ عرفته منك. امال فاكراني نايم على وداني ومش عارف خرجت من ورايا ورحت فين؟ طب وانت عاوز ايه دلوقتي؟ انا عاوز حفيد. ايه؟ هو والله زي ما سمعتي بالظبط، سنة من دلوقتي لو ما جبتيش حفيد ليا، عارفة جوزك ده انا هضيع مستقبله اكتر ما هو ضايع. هو انت بتعمل معاه كده ليه؟ ها؟ هو ده مش ابنك؟ مش كفاية ان انت جوزته بالعافية وبالتهديد كمان؟ هو انا هعوز منه ايه الفاشل ده؟ انا لو معايا غيره كنت اتبريت منه، بس طالما بقى ما فيش غيره يبقى تجيبولي حفيدة اربيها انا بطريقتي، طالما تربيتي في جوزك ما نفعتش. انت فاهماني ولا لا؟ هي سنة بالظبط وتخلفي، ولا انت اللي جاني عليه وعليكي؟ هو مش عاوزني، اقنعه ازاي يعني ان انا اخلف منه؟ هو والله شوف الستات بتعمل ايه واعملي زيها، هو ولا انت مش ست؟ طب هو خاطب وبيحب خطيبته ومتجوزني غصب على الورق كمان وما بيحبنيش، يعني انا لو عملت اي حاجة هكون بنتي مش كويسة خالص، وابوه باين عليه مفتري ومش هيسيبه ولا يسيبني لو ما حصلش اللي هو عاوزه. انا مش بطلب موافقتك على فكرة، انا بأمرك وانت هتنفذي، امشي قدامي. اما بقى في المكتب عند ياسمين، ياه اخيرا جيت يا عم، ده انا ملطوعة ومستنياك. ايه خير؟ خد الشغل ده، شاري بتقولك لازم تسلمه النهاردة ضروري. انا جاي مفرهد، استني طيب ارتاح شوية. براحتك، انا هو سلمتك الشغل والباقي عليك بقى. طيب تشربي عصير؟ لا شكرا، شربت كتير قوي النهاردة. لا لازم تشربي معايا، ما بحبش اشرب لوحدي. ماشي يا سيدي نشرب، هو انا دافع حاجة من جيبي؟ طب ثانية واحدة هملك كوبايات. ووقفت جنب الترابيزة التانية ومن غير ما تشوف اي حاجة حطت لها حباية في العصير بتاعها. منوم ايه بس اللي اديهولها، انا عاوزها مفتحة معايا وتعيش معايا اللحظة، بيتهيالي حبوب الهلوسة هتكون احسن. وبعد كده رحت واديت لها العصير بتاعها. متشكرة قوي. اخدت من عمرو العصير وشربت منه شوية. ياسمين هو انت في حد في حياتك؟ وانت مالك يا عمرو؟ عادي يعني بدردش معاكي. لا بلاش منها بقى الدردشة دي. ايه ده؟ ايه مالك يا قلبي؟ مش عارفة، بس حاسة نفسي دايخة قوي. طيب وايه يعني، ما تيجي ندوخ مع بعض. وبعد كده قربت منها وسندتها وقعدتها على الكنبة. كنت في العربية وراجع بعد ما وصلت شيري، وكنت قاعد فرحان ومبسوط قوي وعمال افكر في ياسمين اللي انا قررت ان انا خلاص اعترف لها بحبي ليها واطلب ايديها بجد. وافتكرت الحوار اللي دار بيننا انا وهي. صحيح يا ياسمين انت حبيتي قبل كده؟ لا. خالص 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 خالص، قاسية قوي. طب ومشاعرك ما ملتش لحد كده ولا كده ولا كده ولا كده؟ بس ان انت رغاي قوي. ايوه حصل مرة واحدة. حصل ايه؟ حبيت. طلعت مش سهلة. طيب ومين ده وايه اللي عجبك فيه؟ هو اللي قدر يخليني احبه، انا عمري ما قابلت حد في جدعنته معايا. طيب وهو؟ مش عارفة، بس يعني ساعات بحس ان هو بيحبني وساعات لا. اكيد بيحبك، بس لما بتغلطي او بتضحكي مع حد تاني بيكون نفسه يخبط راسك في الحيطة. وانت عرفت ازاي؟ مالكيش دعوة. طيب وانت بقى؟ انا ايه؟ عمرك حبيت؟ لا. انا بعشقها. اتكسفت جدا لما قال لي كده ورديت عليه قلت له ايوه كويس، وايه بقى اللي خلاك تعشقها ان شاء الله؟ يعني ابتسامتها وجنانها ورقتها وجمالها حقيقي ما شفتش اجمل منها. عارفه في مره كانت لابسه فستان ابيض ابيض وبيلمع، وحتى ورد ابيض على شعرها الطويل الناعم. ساعتها كانت اميره، لغايه دلوقتي صورتها مش مفارقه عيوني، بس ما قدرتش اقولها على الموضوع ده. فرحت قوي من جوايا ورديت عليه قلت له اكيد حست وقتها. تفتكري؟ ايوه طبعا. بقيت قاعده وحاسه بدوخه. لا سيبني. مش عاوز اسمع اي رفض خالص. وفي اللحظه دي بيدخل هشام اللي كان مرسوم على وشه البسمه وبتنتفي بمجرد ما يشوفهم. ايه ده هشام، انت رجعت تاني ليه؟
ابتديت ان انا اقوم وانا واقفه ومدروخه على الاخر، وبقيت عماله ابص على هشام اللي كان واقف مصدوم ومش بيتكلم خالص. هشام انا ما عملتش حاجه، خلاص ما فيش داعي ننكر يا ياسمين، وبعدين يعني احنا هنتجوز. بقيت عماله اعيط واترجى عمرو واقول له بالله عليك بالله عليك ما تعمل كده، وقول له اللي حصل. اطلع بره. ايه بقول لك اطلع بره. هشام قال له كده ومسكه من قميصه ورماه بره المكتب، ورجع لي تاني وهو عمال يبص لي بكسرة قلب وكل استحقار. عشان كده ما كنتش عايزه تروحي، كنت مستنياه. هشام انت فاهم غلط والله صدقني. وما كملتش كلامي ولقيت حته قلم نزل على وشي من هشام. هو صدق واحده رخيصه زيك ليه؟ بس انا زعلان ليه؟ انا ايه اللي يزعلني؟ ما انت مش اكتر من واحده انا ماشي معاها، يعني ما تخصنيش في اي حاجه ابدا. هشام والله هو اللي امشي واطلعي بره بره. لميت حاجتي واخدت بعضي وكنت لسه هطلع من المكتب وانا منهاره تماما، لقيته بيندهلي وبيقول لي استنى عندك، انت هتيجي بكره الشغل ولا انت عارفه بقى الشرط الجزائي قد ايه؟ مش هاجي. مش بمزاجك، ولو ما جيتيش هتدفعي الشرط الجزائي، واللي حصل في المكتب ده الكل هيعرفه، وحياة ربنا اللي هتعيشي أسوأ أيامك، هخليكي تتمنى الموت ولا تطوليه. يلا بره. أنا عذراك بس بالله عليك صدقني أنا مش ممكن أعمل كده، أنا ما كنتش حاسة بحاجة. مش عاوز أسمع حاجة، امشي من قدامي. قال لي كده وفضل يزقني لحد ما خرجني بره. خرجتها بره وبقيت عمالة أكسر في كل حاجة حواليا في المكتب. غبي، كنت فاكرة حبيتك على ايه؟ انا هعرف ازاي اذلك، والشرط اللي كنت عامله عشان ما تبعديش عني هخليه شوكة في ظهرك. اما بقى في فيلا سلام، مراد كان بيبتدي يفتح عينه ويشوف المكان اللي هو فيه ويبص الميل كانت قاعدة جنبه وعمالة تعمل له كمادات. مراد انت فقت، حمد لله على سلامتك. انا فين؟ اطلع بره انتي. حاضر يا سلام بيه. وبعد كده سبتهم وطلعت بره، وبصيت له بكل استحقار وما اتكلمتش. حمد لله على السلامة. لإمتى وانت هتفضل تلففني وراك كده؟ ها ما ترد. ماشي ما تردش، بس انا عاوزك تشوف الشهادة دي كده عشان بعدها هطلب طلب وهيتنفذ، وايه اللي هستخدمها وانت عارف بقى. بصيت للورقة ورجعت بصيت له من غير ولا كلمة. زي ما انت عارف انا ربايتي ما نفعتش فيك من صغرك، فانت هتجيب لي حفيدة ربيها انا بنفسي، وبعد كده هكتب لك نص املاكي، والشهادة دي هديها لك تقطعها وبايدك، ولو عصلكت بقى ورفضت بالشهادة دي هتفضل طول عمرك في مصحة لغاية ما تنتحر زيك زي امك. بقيت سامع كل ده ومن جوايا بتحرق من كتر القهر، بس ساكت تماما وعينيا بتلمع من كتر الدموع اللي انا حابسها فيها. يلا بقى قوم بسرعة وخف، وهدينا اهو اتجوزناك، مش ناقص غير هو الحفيد وبس. قال لي كده وسابني ومشي. اول ما شفت سلام بيه خرج رحت داخله على طول لمراد، واول ما دخلت لقيت مراد باصص للسقف وساكت ودمعه بتنزل من عينيه غصب عنه. قعدت جنبه وحطيت ايدي على دماغه بحنيه، راح هو لف الناحيه التانيه وشال ايديا بكل هدوء من على راسه. اطلعي بره، مش هقدر اسيبك وانت تعبان كده. بقول اطلعي بره. اترجيته بدموع وقلت له طب سيبني اكون معاك عشان خاطري ومش هتكلم خالص والله. بصلي بكل غضب وقال لي بتحذير اوعي عقلك يقولك ان انت كده بقيت مراتي وهتعملي واجباتك والكلام ده، انت مستحيل تكوني مراتي. يلا اطلعي بره وقفلي الباب وراكي. بجد حاجه اخيره، البيت ده ناقصه خدامه واحنا بندور على واحده، لو هتقعدي هنا فهتكون انت الخدامه دي. انهارت من العياط على كلامه وسبته وخرجت بره. اهربي وسيبيني يا بنت الناس، انا مش هتجوز غير لما اكون حر ومفيش حد رابطني طول عمري، ومستحيل انوله اللي هو عاوزه، هخليه عايش كده يعيش طول عمره كده، هيموت على حفيد وانا الوحيد اللي في ايدي اديهوله. نزلت تحت وانا عمال اعيط وكنت رايحه ناحيه الباب، وفجاه بتمسك في ايدي ثانيه. تعالي سيبيني يا دادا انا لازم امشي. هقولك على حكايه الاول وبعد ما تسمعها مني كامله انت يا ستي حره تمشي ولا تقعدي. ولحد هنا بتكون خلصت حلقتنا، استنوني في حلقة جديدة بأحداث جديدة، وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم إشعار بكل قصة جديدة.